انا عندي مشاعر مضطربه ومختلطه جدا 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 بعد الماتش ده. من ناحيه انت كسبت كوت ديفوار ولعبت حلو وجبت 3 اجوان وتاهلت السيمي فاينال وكل ده ما كناش متوقعينه. والناحيه الثانيه انت في كوارث في خط الدفاع بتاعك وانت هتلاعب السنغال. انا مشاعري مضطربه للاسف، مش عارف افرح بالفوز 100%. يعني حاسس ان انا مثلا اخر مره لما كسبنا المغرب وتاهلنا سيمي فاينال كنت مبسوط اكتر من كده بكتير. يمكن اللي بوظ الفرحه دي ان احنا وصلنا اللي هو البيك بتاع الفرحه بعد الجون الثالث بالذات، وبعد كده رحنا بعد كده كلنا نزلنا تحت فجأة، يعني احبطنا واتضغطنا في اخر ربع ساعة دي بالذات. قبل ماتش بنين كنت متوقع ان احنا هنكسب بس هنلعب وحش والاداء هيبقى مش احسن حاجة، والمنتخب فاجئني ان احنا لعبنا وحش جدا اكتر ما كنت متخيل، وده خلاني اخاف اصلا. وقبل ماتش كوت ديفوار كنت متخيل ان احنا هيبقى شكلنا احسن بكتير من ماتش بنين وهنلعب ماتش كويس وسوليد دفاعيا ومقفل، والمنتخب فاجئني برضو ولعبنا ماتش احسن بكتير مما كنت متوقع. بس برضو في حاجات غريبه، يعني انت يعني في حاجات كده مع السباق غصب عنك، في حاجات كده انت ما تقدرش تعدي الماتش ده ما تتكلمش عنها. زي ما كنت متوقع احنا بنعرف نلعب فرق كبيره قوي يا جماعه. كنا بافريقيا بدانا مركزين ومقفلين واقفين حلو قوي، نفس الكلام ينطبق على ماتش النهارده، بخلاف طبعا ان كوت ديفوار اجمد بكتير من جنوب افريقيا. بقينا بنلعب الماتشات اللي هي ايه، اللي هي الماتشات اللي احنا المفروض الطرف الاضعف فيها. تقريبا هم اللعيبه دي بتحب تبقى في موقف ضعف، موقف انت ضعيف ومذلول ومتهان فيه فبتبدع بقى. غير كده لما تخش ماتش وانت الطرف الاقوى فيه ما بنلعبش. انا توقعت شخصيا قبل كده واتكلمت قلت ان احنا لو لعبنا كوت ديفوار يا جماعه، يعني مش مجرد ان احنا نلعب بخمسه، احنا ممكن نلعب بسته. كنت بقول لك كيفيه يعني، وعشان حسن النهارده لعب بسته، هو لعب بياسر وربيعه وحسام عبد المجيد وهاني وفتوح وحمدي فتحي اللي هو كان واقف معاهم ورا اصلا. غير ان مروان عطيه برضو لعيب يعتبر مهامه الدفاعيه برضو اكبر شويه من مهامه الهجوميه، انت كنت بتهاجم بثلاث لعيبه بس، سبت الاستحواذ كله لكوت ديفوار. ومع ذلك انت جبت جونين في اول تلت ساعه. احنا تقريبا في اول نص ساعه من الماتش رحنا على الجون تقريبا 3 مرات جبنا منهم جونين. ده مش منتخب مصر يعني، ده مش منتخب مصر. فكره استغلال نص الفرص والكلام ده مش منتخب مصر، دي حاجه غريبه جدا. كنت متاكد قبل الماتش برضو ان احنا لو هنكسب الماتش ده وهنعمل اداء قوي كان لازم يبقى فيه لعيب معين فايق قوي، هو عمر مرموش. لازم عمر مرموش يخش الماتش ده فايق بعد الانفرادة اللي ضاعها قدام ماتش بنين، وان هو ما يكررش حاجه زي كده ويستغل نص الفرص اللي هتجيله. ان احنا فعلا في الماتش ده بالتشكيل ده، ان احنا داخلين بالتشكيل ده من دافع ب 90 لعيب، احنا مش هيجي لنا غير نص فرص. يعني احنا مش هيجي لنا 4 5 انفرادات لعمر مرموش فيضيع منهم 2. وبصراحه الواد جاله كوره هي مش فرصه، هو امام عاشور لعبها في رجل المدافع خدها وحطها حلو قوي، ف 10 على 10 مرموش، 10 على 10. نفسي مرموش يستمر. يعني مش عيب لو مرموش قعد كل ماتش كده مع نفسه وقدم نفس الاداء. يعني بحس مرموش لازم بين كل ماتش حلو وماتش حلو في حاجه بتحصل. كل تلت ساعه لعيبه كوت ديفوار اتخضت خضه جامده قوي، كلنا اتخضينا، احنا نفسنا كمصريين اتخضينا. تخيل بقى لعيبه كوت ديفوار ما كانتش متوقعه السيناريو ده خالص. هنا بقى يجي اول حاجه تضايق وتعصب الواحد في الماتش، هو ان انت اديتهم جون في وقت الصراحه كان وحش قوي، كان وقت خطر قوي الوقت اللي هم جابوا فيه الجون الاول ده، وانت اللي رجعتهم الماتش بايدك. يعني ماتش 2-0 لو كان الشوط الاول خلص 2-0 انا بصراحه كنت شايف ان انت يعني بنسبه 75% الماتش ده خلص، خصوصا لعيبه كوت ديفوار كانت خلاص بدات تخرج من الماتش منتلي. الفكره ان الاجوان اللي دخلت فينا في البطوله كلها لحد دلوقتي يا جماعه هي بغلطات تافهه، غلطات كارثيه. احنا ما دخلش فينا ولا جون حلو لحد دلوقتي. يعني تعالوا نفتكر مع بعض كده الاجوان اللي دخلت فينا. ماتش زيمبابوي غلطات دفاعيه، الجون بتاع ماتش بنين طبعا مش هتكلم، الجون بتاع النهارده والجونين بتوع النهارده عامه اجوان وحشه. فتوح لوحده حاطط جونين فينا لوحده اصلا، مش فينا جوان ديفليكشن وعبط وهبل وتفاهه. دي حاجه تعصب، دي حاجه تعصب قوي. فكره ان انت عامل الماتش ده كله وتيجي في لحظه في غلطه كده وقفه عشوائيه تضيع او يعني تحط نفسك في ريسك ان انت تضيع الماتش كله من ايديك. وعايز اتكلم بقى قبل الفاول، في ناس بتتكلم عن الفاول اصلا المفروض ما يتحسبش وكده على امام عاشور، بس انا عايز اقول حاجه في الموضوع ده. احنا بيتحسب علينا فاولات في اماكن غبيه قوي. يعني احنا لعيبتنا المفروض تاخد بالها بقى من الموضوع ده. بنتكلم عن الموضوع ده من اول البطوله، لعيبتنا بتاخد قرارات تاكلات وحشه جدا في اماكن وحشه جدا في اوقات غريبه جدا. احنا كل ماتش لازم تطلع على الاقل 2 لعيبه عندك واخدين انذارات، وبانت قوي النهارده ان احنا وحشين قوي في الوقفه، سواء علينا بقى ايه كوره عاليه بتتلعب علينا، احنا وحشين قوي في الوقفه. فدي اول حاجه عصبتني في الماتش، ان انت جالك الفرصه ان انت تقتل الماتش ده خالص وتدوس على لعيبه كوت ديفوار نفسيا وذهنيا حتى جسديا، وانت ضيعتها من ايدك ورجعتهم للماتش بغلط بقى من الشناوي، من امام اللي عمل الفاول، من فتوح. مش فارقه، هي المنظومه الكره دي كانت كده كده هتخش حتى لو فتوح ما حطهاش. عشان بعد ما كنا مهيبرين وصلنا لاعلى ليفل من السعاده بعد الجونين نخش الشوط الثاني واحنا مقلقين. برضه بيرجع منتخبنا يفاجئنا
بالجون التالت. يعني كوره ملعوبه، رامي ربيعه لعب كوره حلو جدا، امام عاشور لعب كوره حلو جدا، صلاح الحطاء حلو جدا. دي كلها حاجات كانت مفاجاه جدا بالنسبه لي، سلسله من الاحداث الغريبه حصلت في الهجمه دي ورا بعض. انا عايز اقول معلومه او عايز اقول حاجه خدت بالي منها، احنا كميه الاجوان اللي جبناها في البطوله دي غريبه جدا. يعني احنا اخر مره جبنا عدد الاجوان ده تقريبا كان في بطوله 2010 مثلا او 2008. احنا في بطوله كوبر جبنا 4 اجوان تقريبا او 5، في بطوله كروش جبنا 4 اجوان برضه. البطوله دي جايبين لحد دلوقتي 9 اجوان، احنا جايبين 6 اجوان بس في ماتشات النوك اوتس. فدي بالنسبه لي حاجه انا ما شفتهاش، يعني انا ما شفتهاش غير وانا عيل صغير في بطولات 2010 2008. دي حاجه 100% تحسب لحسام حسن يا جماعه. انت دلوقتي جالك للمره الثانيه في الماتش فرصه ان انت تقتل الماتش تماما وتريح نفسك، ولكن لازم 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 تاني نحط نفسنا في الضغط، ونحط نفسنا في القوقعه بتاعه ان احنا مزنوقين ولازم نلعب 10 دقايق واحنا بنتخانق وجرينتا وطلع وحاسس مش عارف ودخل فينا جون هنتعادل ونخش اكسترا تايم وهنخسر. كنت حاسس الموضوع هيبقى اريح من كده بكتير، وعشان كده يمكن السيناريو ده هو اللي مخرجني من الماتش عندي مشاعر مختلطه. يعني انا بعد ما كنت وصلت البيك الفرحه والانبساط في الماتش بعد الجون الثالث، انا رجعت تاني اتضغط وقعدت تقريبا من الدقيقه 76 لاخر الماتش انا محروق دمي ومضغوط ومرعوب من كل كوره. وللاسف للاسف الشديد انا اتكلمت في الموضوع ده قبل البطوله وهتكلم فيه تاني دلوقتي. انا من وجهه نظري ان للاسف دي المفروض تبقى اخر بطوله لمحمد الشناوي مع منتخب مصر. ما ينفعش محمد الشناوي يبقى هو الحارس الاساسي لمنتخب مصر في كاس العالم، والموضوع ده لازم يبدا بان هو مصطفى شوبير لازم يلعب عليه في الاهلي من الاخر. من وجهه نظري ان مصطفى شوبير لو ما رجعش من البطوله دي لعب اساسي في الاهلي هو المفروض يحترف، المفروض يمشي. باين ان انت حسام حسن مقتنع بقدراتك، وباين ان انت تقدر تبقى حارس منتخب مصر الاساسي في كاس العالم وفي البطولات اللي جايه، بس انت ما بتلعبش في ناديك اصلا، فهو هيلعبك ازاي؟ غير محمد الشناوي احنا الصراحه عندنا اخطاء دفاعيه، يعني هي المنظومه بتداري بلاوي وكوارث دفاعيه خارجه من لعيبه كتير قوي في خط الدفاع. انا بجد مقتنع ان احنا كنا ممكن نقدر نخلص ماتش النهارده ده 4-1 او 3-0 كمان عادي جدا، لولا المهازل اللي بتحصل في الوقفه ورا في خط الدفاع. هنا انا برضو عايز اتكلم على بوينت ان احنا ما بنتحسنش. يعني انا بحس ان احنا غلطاتنا الدفاعيه بتتكرر كل ماتش، ودي يعني حاجه مش مطمئنه. المفروض ان انت بتتحسن على مدار البطوله، فعلا انت في حاجات معينه بتتحسن فيها على مدار البطوله، لكن اخطائك نفسها ما بتتراجعش ما بتتصلحش، ودي مشكله. وهنا ينقلني الكلام عن المسؤول عن الكلام ده كله، كابتن حسام حسن. انا بصراحه قبل ما تخش البطوله ما كنتش مقتنع بحسام حسن، ولكن اللي حسام حسن قدمه لحد دلوقتي في البطوله يخليه هو مدرب مصر الاساسي في كاس العالم من غير ما حد يتكلم. ان هو كان في شرط في العقد بتاعه ان هو لو ما وصلش سيمي فاينال هو المفروض يمشي من غير اصلا شرط جزائي او حاجه، فهو الراجل النهارده كان واخد الموضوع ضغط قوي وعيط بعد الماتش. مش مجرد ان حسام حسن هو يستحق يبقى موجود في كاس العالم عشان هو وصل سيمي فاينال، لا، هو انا شايف ان هو الراجل مع منتخب مصر بوتنشال. حسام حسن بوتنشال، بس ازاي؟ خلينا متفقين ان مدربين المنتخبات مش لازم يبقوا تكتيكيا عاليين قوي، يعني مش بيب جوارديولا، مش جوزيه مورينيو. الشغل مع المنتخبات بيبقى مختلف، انت بيجي لك لعيبه اوريدي جاهزه تكتيكيا وانت بتحاول توظفها، واحنا طبعا اللعيبه بتجي مش جاهزه تكتيكيا ولا نيله، فانت بتحاول تخرج باللعيبه اللي معاك دي باحسن شكل ممكن. ممكن تبقى نقطه اللي هو عادي، يعني حسام حسن مش جامد قوي تكتيكيا بس عادي، لو مش مطلوب منه انه يبقى جامد قوي تكتيكيا ويلاعب اللعيبه تيكي تاكا والكلام ده مش هيعرف يعمل كده. عندنا نقط ضعف كتير قوي باينه، وفي شبه ان انت شكلك السيستم بتاعك شبه ان هو في هلهله بتحصل، يعني في هلهله كده بتحصل فجاه كده بتلاقي لعيبتك كلها مهلهله دفاعيا بشكل ما. ده غير طبعا الجزء بتاع الخروج بالكوره لما بتيجي تلعب بقى منتخبات ضعيفه ان انت بتخرج بالكوره بشكل زي الزفت. فدي كلها نقط انا شايف ومش عيب ان كابتن حسام حسن يبدا يشتغل على نفسه فيها. يعني مش عيب ان احنا بعد كاس العالم انت عندك وقت كبير قوي لحد البطوله اللي بعدها، مش عيب ان انت تروح في الوقت ده تاخد كورسات وتاخد شهادات. طبعا الايجو بتاع حسام حسن صعب قوي يخليه يفكر بالطريقه دي، خصوصا ان هو مدرب منتخب مصر، مفيش مدربين في مصر اصلا بيروحوا ياخدوا شهادات، بس انا نفسي ان ده يحصل. انا شايف ان حسام حسن عنده حاجات كتير مميزات وعنده عيوب، هو يقدر يعالج العيوب دي، يقدر ان هو يبقى مدرب منتخب مصر لمده. يعني نقدر نشوف ان انا نفسي اشوف مدرب ستيبل في منتخب مصر، نفسي اخش بطولتين افريقيا ورا بعض بنفس المدرب. شايف دي في حسام حسن، هو يقدر يبقى هو مدرب منتخب مصر 3 سنين جايين، بس لو اشتغل على نفسه اكتر من كده. الراجل اثبت لي ان في حاجه هو قادر يقدمها للمنتخب دلوقتي. انا دلوقتي جواه شقين كده. من ناحيه انا شايف ان احنا خلاص احنا جبنا اخرنا في البطوله دي، انا مش شايف ان احنا نقدر نكسب السنغال. مع احترامي انت عملت ماتشات جامده جدا وكسبت النهارده كوت ديفوار،
بس المفاجاه يا جماعه ان انا بالنسبه لي كوت ديفوار حامله اللقب وكل حاجه، بس كوت ديفوار في البطوله دي تير 2، ممكن تبقى اقوى فرقه في التير 2. يعني انت لعبت اقوى فرقه في التير 2 في المنتخبات دي، هي اقوى من الكاميرون واقوى من جنوب افريقيا بكتير. ان السنغال فرقه تير 1 وانت ما لعبتش فرقه تير 1 لحد دلوقتي في البطوله. السنغال اقوى من كوت ديفوار بكتير. السنغال عندها حلول اكتر من كوت ديفوار، السنغال عندها التزام تكتيكي اكتر من كوت ديفوار، السنغال منتالي اقوى من كوت ديفوار بكتير. لعيبه كوت ديفوار النهارده انت لما فاجئتهم بجون والتاني بسهوله قدرت تخرجهم من الماتش، لا لعيبه السنغال متعوده على السيناريو انها يخش فيها جون والتاني وترجع للماتش. الموضوع مش مستحيل، يعني انت تقدر توصل للجون بتاع السنغال. يعني السودان لعبت ماتش حلو قوي على السنغال وقدرت توصل للجون وضيع كور كتير قوي كان المفروض تخش، لكن في نفس الوقت هي السنغال سحقت السودان دفاعيا، وده مش هيحصل معانا. يعني احنا دفاعيا اقوى بكتير من السودان، مش ده اللي انا بقوله، بس البوينت اللي انا عايز اتكلم فيها ان السودان قدرت توصل لجون السنغال بسهوله، ومش مره واحده، مره واثنين وثلاثه. كلام ماتش الكونغو الديمقراطيه برضو، السنغال في اوقات كتير في الماتش انت ممكن تحس انها كانت ممكن تخسر الماتش ده، لكن انا ما اعرفش بصراحه احنا ممكن نعمل ايه دفاعيا مع السنغال باللي شفته النهارده ده. يعني انا مقتنع ان احنا نقدر نوصل ونقدر نجيب اجوان في السنغال، خصوصا ان انا شايف ان النسخه دي من منتخب مصر بتقدر تجيب اجوان اكتر من اي نسخه في بطولات افريقيا اللي فاتت. وهجومنا دلوقتي فيه كواليتي عالي قوي، عمر مرموش عالي قوي، كواليتي عالي قوي يا جماعه. وحتى انا عارف ان صلاح مش هو مستوى صلاح في 2017 و2019 و2018 ولا حتى 2022، بس ستيل انت عارف توظف صلاح صح وعارف تخرج منه باللي انت عايزه. في 4 ماتشات جايب 4 تجوان وعامل اسيست. فانا شايف ان انت تقدر هجوميا توصل لجون السنغال مش مره واتنين، تقدر توصل كتير وتقدر تسجل، ولكن خوفي كله من الهجوم السنغال ممكن يعملوا فيك، لان هجوم كوت ديفوار لو هو كان قوي فهجوم السنغال اقوى بكتير. مقتنع بصراحه كرويا ان ده اخرنا في البطوله دي، يعني الران دي حلوه قوي وزي الفل، احنا وصلنا سيمي فاينال سنغال بس احنا مش هنقدر نكسب. ولكن من ناحيه تانية من جوايا مشجع مصري مش مقتنع بالكلام ده. مشجع اتولد وشاف جيل 2006 و2008 و2010 بيكسبوا كل الفرق رغم كل التوقعات اللي ضدهم. مشجع اتعود ما يبقاش فيه فرقه قدرت تكسبه وتدوس عليه مره واثنين وثلاثه من غير ما تاخد حقك منها. طبعا مفيش منتخب في حياتي هبقى عايز اخد حقي منه اكتر من منتخب السنغال. عملت حلقه قبل البطوله عن بطوله 2022 وقد ايه السنغال جرحتني عاطفيا ونفسيا. فانا من ناحيه مقتنع ان خلاص كده هي السنغال صعب قوي علينا بصراحه، وانا شايف ان كده اتعشت وحلو وكويس قوي، انا مبسوط مش متضايق. ولكن من ناحيه تانية انا مشجع مصري فغصب عني انا متعود على منتخب بلدي هو بيوصل الفاينل وبياخد البطوله وعايز اكسب السنغال. ده كل الكلام اللي كنت عايز اقوله على ماتش النهارده. عايز اتكلم اكتر عن منتخب السنغال بس ممكن اعملها في حلقه قبل الماتش بتاع السيمي فاينل. مع السلامه.